لكم هاد القصة هادي غادي تخليك مصدوم. هاد القصة وقعت لي أنا ومازال حتى لدابا كنخاف نحكيها. كنت ساكن في دار قديمة وديما كنحس فيها شي حاجة غريبة، ولكن كنت كنقنع راسي غير بالوهم. في واحد الليلة مع الجوج ديال الليل بالضبط كنت بوحدي في الدار، الجو ساكت بزاف، غير الصوت ديال الريح. واحد شوية حسيت بالبرد قوي، ماشي عادي، برد كيخليك تقشعر. سمعت صوت خفيف، طاك طاك، شي واحد كيدق عليا في الباب، بحال شي حد كيدق ولكن من الحيط. قربت بشوية وقلبي بدا كيضرب. حطيت ودني على الحيط وفجأة سمعت نفس ثقيل خارج من الداخل. تراجعت مرعوب وما فهمت والو، وفي ديك اللحظة الحيط بدا كيتحرك بحال شي حاجة كتدفعو من الداخل. واحد شوية خرجت يد كحلة طويلة وغريبة، تجمدت في بلاصتي وما قدرتش نتحرك. ومن بعد خرج الوجه، العينين ديالو حمرين كيشعلوا والابتسامة مخيفة كيخلع. بقى كيشوف فيا ومن بعد همس بصوت خفيف: شفتيني؟ حسيت بيه قرب ليا وانا ما قادش حتى نغوت. المهم غمضت عيني من الخوف، ومنين حليتهم كلشي اختفى. الحيط رجع عادي، لكن لقيت اثار ديال يد مطبوع فيها. ديك الليلة هربت من الدار وما رجعتش ليها حتى لدابا. ولكن الغريب في الامر هو انه كل مرة كنحلم كنسمع نفس الهمسة: شفتيني.